يلا بينا نشوف الناس بتقول ايه. معانا اليوم خبر جميل جدا. مدرس مصري بالسعودية بيقول لك وزعت شوكولاتة على طلابي المتوفقين. ايه ده؟ المتوفقين؟ مش المفروض المتفوقين؟ هم كاتبينها ليه المتوفقين؟ ماشي، المهم يعني ان الطلاب الكويسين هو اداهم شوكولاتة. تاني يوم طالب غني وزع كنافة على الراسبين. يا نهار ابيض! تعالوا بينا بقى نقرا التعليقات ونشوف الناس بتقول ايه. ومعانا اول تعليق بيقول لك احمد ربنا اللي وزع كنافة، ممكن كان وزع سيارات. يا نهار ابيض! يقول لك عنده حق لانك مدرس لكن مش معلم. المعلم ده حاجة تانية، المعلم حاجة تانية. مش عارفين بقى رأيه. ايوه هتعلي عليا هعلي عليك. شفت بقى؟ واحد تاني بيقول له كويس انه موزعش كبسة. واحد تاني بيقول له ايه محدش وزع شاي. واحد تاني بيقول له ايه دي قصة مضحكة وقديمة. يعني المدرس تلاص تو صدقته. يعني المدرس ايه تلاص؟ يعني ايه تلاص يا جماعة؟ يعني لو حد فهم يعني ايه تلاص ديت يكتب لنا في التعليقات. وانتوا صدقتوا. واحدة تانية بتقول لك اما حكاية، عاملة ايموشن بقى. يعني مستغربة يعني. واحد تاني بيقول لك اطلع ذكي اطلع ذكي ايه يا عم احمد؟ يقول لك اطلع ذكي ووزع على كل الطلاب ع... على ما تعملش تفرقة في المكان، وشجع الطالب الراسب على المذاكرة واعطي له كورس مكثف على بتساوي بالمتفوق. على ايه بتساوي على المتفوق تقريبا كده، يعني على ايه بتساوي على المتفوق. واحد تاني بيقول لك ايه واذا صدقت الرؤيا فما المغزى منها؟ هل تدعم وتعزز التفوق ام تحبطه؟ واحد تاني بيقول له ايه كان لازم الطعمية تكبس الكبسة وتالت يوم توزع كبسة على المتفوقين. هنعلي ونوزع طلبات. واحد تاني بيقول له ايه الطعمية صفر الكبسة واحد. بس يعني ان مصر وكده يعني ايه بيحبوا الطعمية وكده وبيفطروا طعمية. ما في السعودية بيفطروا كبسة يا عم. واحد تاني بيقول له المصري ما بيقولش اجا. واحد تاني بيقول له كويس انه جاب كبسة ورز ولحمة. يعني قصده كويس انه ما جاب كبسة ورز ولحمة. واحد تاني بيقول له ايه عنده حق لانك المفروض تشجع الراسب مش تعقده. واحد تاني بيقول له روح التنافس بين الطعمية والكبسة في كل مكان. فيا جماعة يعني يا ريت بقى انتوا كمان تقولوا لنا في التعليقات ايه رأيكم في الموضوع دوت. يعني احنا قرينا اهو مجموعة كبيرة من التعليقات، يا ريت تقولوا لنا ايه رأيكم في الموضوع دوت. بس كده، يلا السلام عليكم.